سلام، هندير معكم واحد الطاجين بالكفته والبطاطا كيجي من ألذ ما يكون. هنا في الطاجين درت شويه ديال الزيت مع بصله قطعتها رقيقه مربعات، شحرتها مزيان، ضفت واحد طماطم اولا واحد مطيشه مقطعه مربعات، ودرت الملحه والابزار وورقه الرمل، وضفت شويه ديال الصلصه ديال الطماطم، نشحرهم واحد شويه، ومن بعد ضفت جوج بطاطات مقطعين مربعات مع شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الزنجبيل اللي هو يسكنجبير. صافي غنخليه واحد شويه بما تدخل ديك البطاطا يدخلها الطياب. وهنا غادي ندوز للكفته. عندي هنايا الكفته، انا عندي ديال لاداند هنايا ديجا فيها التوابل، ضفت ليها مازال شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره والثومه بودره والربيع. هنا غادي نمزجهم مزيان، ومن بعد غادي نشكل منهم كويرات صغار. هنايا من بعد ما طابت ديك البطاطا كنضيف ديك الكويرات ديال الكفته للطاجين. الطاجين راه ساهل ودغيا كيوجد، غير جربوا غادي يعجبكم. ضفت شويه ديال الجلبانه من الفوق وشويه ديال الفلفله غتبان لكم من بعد درتها، شويه الفلفله والحامض مصير والزيتون وفلفله حاره. صافي كنخليوه حتى كيطيب وكنقدموه بالصحه والراحه. صافي ملي كيطيب كيجي على هذا الشكل، كنضيفوا ليه شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، وكنقدموه مع الخبز ديال الدقيق الكامل كيجي من ألذ ما يكون. بصحة والراحة. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.